بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أشرف عبد الغفار عبد الحميد. الوظيفة مهندس ميكانيكا قوة، توليد قوة كهربائية. بقدم لحضراتكم فكرة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بدون استخدام أي وقود. في اسم الوحدة وحدة توليد كهربي ذاتية التشغيل. الوحدة دي بتشغل نفسها وبتديني فائض كهرباء أقدر أستفيد بيه في الخارج، في إضاءة شقة بجميع أحمالها. هنبدأ بالراحة كده وببساطة نشرح المولد الجديد ده بيتكون من إيه. فكرة المولد قايمة على تدوير الجزء الخارجي من المولد وثبات الجزء الداخلي اللي هي المبينة عن طريق الفرامل دي. هي اللي مثبتة المبينة في الداخل. ده عضو المبينة اللي هي المفروض كانت بتدور في أي مولد قبل كده. ده عضو المبينة ثابت ومربوطة اهوت. وبعد كده أنا بدور الجزء الخارجي ده عن طريق جير بوكس صغير، عن طريق ترسين ومانوال يدوي. ده اللي بيديني بدء الحركة في الأول لحد المولد ده ما بيطلع لي الكهرباء بتاعته. المفروض إن الكهرباء لما بتطلع هتوصل على الروزيتا ديت الخارج من المولد، وديت اللي هي السلوك اللي داخل على روزيتا التوصيل ديت. وده عندي مشترك. هبدأ أوصل فيه فيشة الموتور. ده فيشة الموتور اللي هو هيقوم لي بالوحدة. بعد ما بدور ببدء الحركة هبدأ أوصل الفيشة هنا. وبعد كده المفروض إن الوحدة دي هتقفل نفسها، هتدي كهرباء للموتور، والموتور هيدور المولد، والمولد هيدي كهرباء للموتور، وهتبقى دايرة مقفولة. عشان أتأكد إن في فايض كهرباء أنا هقدر أستفيد بيه، أنا عامل اختبار على 5 لمبات كاملين اللي هم إضاءة شقة أو يقارب إضاءة شقة. هنوصل بعد كده الفيشة ديت. لو قامت اللمض يبقى الوحدة الحمد لله قومت نفسها وشغلت موتورها وادتني فايض كهرباء على 5 لمبات كاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ نجرب التجربة بتاعتنا وندور يدوي بالمانيوال لحد الكهرباء ما تطلع، وبعد كده ندور الموتور، وبعد كده ناخد خارج الكهرباء الزايد على اللمض ديت عشان نتأكد ان الوحدة بتديني فايض كهرباء اقدر استفيد بيه بره. ودي تبقى اول وحدة توليد كهرباء تنتج كهرباء بدون استخدام اي وقود. وعلى فكرة الوحدة دي قابلة للتكبير وقابلة للتصغير لأي حجم، حتى حجم المحطات والتربينات الكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هبدأ أدور المانيوال بتاعي، وهتبقى فيشة الموتور جاهزة في إيدي بحيث إن أوصل الدايرة وأقفل الوحدة كلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا عندي الوحده قافله نفسها في جزء من الكهرباء خارجه داخل على الموتور، وبقيه الكهرباء زي ده داخلها على اللومر. دي اول وحده توليد في العالم ذاتيه التشغيل للكهرباء. مفيش اي مصدر كهرباء خارجي، مفيش اي بطاريات، مفيش مداخل. دي وحده قافله نفسها وبتديني فيها الكهرباء. طول ما المولد شغال، طول ما الموتور شغال، طول ما المولد شغال، والفايل الكهرباء ازاي معايا يطلع على الايه؟ على الكهرباء بتاعت الموتور. لما احب اوقف الوحده ديت انا هفصل الكهرباء اللي هي داخله من الموتور على الروتيشن، خلاص اشيل الكهرباء اللي ده كله اطلع الوحده. وقفت الوحده خلاص لان انا فصلت الكهرباء ما بين الموتور وما بين المولد، وبالتالي مفيش توليد كهرباء على الموتور. هنعيد التجربة كمان مرة. أدور مانيوال تاني وهوصل الموتور. ببدأ ببدء حركة لحد الكهرباء ما تطلع على الروزيتا، وبعد كده أوصل الموتور بتاعي هو اللي بيقوم بالإيه؟ بالوحدة. مبقاش محتاج المانيوال في حاجة. بعد كده أبدأ أختبر الكهرباء أو القدرة الكهربائية اللي طالعة معايا عن طريق اللمضة اللي أنتوا حضراتكم شايفينها دي. هنجرب كمان مرة.
ادي اللمض هي العيلة كلها، وادي الوحدة قافلة نفسها بدون استخدام اي مصدر كهرباء، غير ان هي واخدة جزء من الطاقة، واخدة جزء من ضغط المولد وشغالة نفسها بيه، واخدة جزء من بقية الطاقة من وراء اللمض دي. دي أول وحدة في العالم تولد طاقة كهربائية بدون استخدام أي وقود. وعلى فكرة الوحدة دي قابلة للتكبير لأي حجم والتصغير لأي حجم، والحمد لله رب العالمين. هذا من فضل ربنا. لما نيجي نوقف ونفصل الكهرباء ما بين الايه؟ الموتور والمولد تقفل. دلوقتي اقدر اقول لحضراتكم اهلا بكم في عالم طاقة بلا وقود، وشكرا.